منام يشوفوه أغلب السحارين يخليهم يتوبوا. واش حكاية هذا المنام؟ أغلب السحارين اللي تابوا يقول لك تبنى بسبة واحد المنام، وهذا المنام يشوفوا روحهم في جهنم ويتحرقوا، وحتى كي ينوضوا معقد يلقاو الجسم تاعهم محروق. واحد منهم هذا الساحر الياباني اللي شاف جهنم وتحرق فيها، وبعد المنام هذاك تاب. الأب تاعو كان ساحر، وقبل ما يموت الأب تاعو سلط عليه الشياطين والعفاريت باش يخلفوه ويولي هو ساحر. فطلب مني الاحتذاء بالقرآن الكريم. واحد النهار عرضوا صاحبه باش يبات عنده، وقال لهم كي وصلوا 12 تاع الليل بديت ندير اعمال السحر والشعوذه. قال لهم حتى طاح عليا واحد العيا غريب، قال لهم ما حسيتش بروحي حتى رقدت. قال لهم كي رقدت شفت جهنم ومراحل جهنم، وشفت بابا في النار يتعذب ويقول له سلكني. بعدها انا تاني دخلت للنار مع بابا، وقال لهم هذيك النار ما كانتش منامه، تألمت بها كأنه تاع الصح. ما حبستش لهنا، صاحبه والزوجة تاعو كي جاو ينوضوه لقاو لحمه كامل سخون ويخرج منه النار. وبعدها كي ناض شاف لحمه لقاه فيه الحروق، وقال لهم هذاك المنام ما كانش منام، هذيك اللي شتها كانت جهنم تاع الصح. حب يتوب، مي بصح هذا العالم اذا فت دخلتو ما تقدرش تخرج منه. والشياطين قالوا له خير يا بين ولادك وموتك يا بين السحر. خير يتوب، والشياطين انتقمت منه وقتلت له 3 اولادو والزوجة تاعو. اغلب السحارين اللي تابوا قالوا لك تبنى بسبة هذا المنام اللي يعتبروه ماشي منام واقع، وشافوا جهنم وتعذبوا فيها.